حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. هنعمل مع بعض النهارده قرص الافران اللي بالعجوه، واحلى من الافران كمان، لان طبعا الحاجه غليت جدا ولازم كل حاجه نعملها في البيت مع بعض ان شاء الله. معايا هنا 3 كوبايات دقيق، معايا كيس خميره بمعادل معلقه كبيره، معايا معلقتين سكر كبار، معلقه بودره صغيره، ربع معلقه ملح. تمام. وبنقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضها عشان تختلط. معايا كوبايه الا ربع سمنه على زيت، بس طبعا هو الربع زيت والباقي سمنه، وتكون بدرجه حراره الغرفه. سمنة زبدة براحتك يعني المتاح عندك. تمام. وبتقلبي بالمعلقة لغاية ما كله بيختلط ببعضه. معايا بقى هنا كوباية لبن كاملة، يعني كوباية كاملة، بس تكون دافية شوية عشان الخميرة. وبتبتدي بقى تعجني كده بايديكي. وانا الحقيقه المقادير متظبطه معايا، لان انا نوع الدقيق اللي بستخدمه واحد، وطبعا ده راجع لنوع الدقيق، يعني انت تزودي اللبن بشويه بشويه. تمام. حسيتي ان العجينه مش طريه محتاجه لبن، حطي لبن كمان. هي كده راحت زي الفل. بنغطيها بقى بستريتش او فوطه او طبق، اي حاجه المتاحه عندك، لغايه ما بتخمر. نعمل بقى العجوه بتاعتنا كور كده. وطبعا يعني الحجم برضو اللي انت عايزاه، انا عشان هعمل القرص كبيره شويه. تمام. هي كده خمرت وبقت زي الفل. بنفرغ الهواء منها وبنبتدي بقى نعملها، نكورها بايدينا كده. تمام. انا هعملها قرصه كبيره شويه، او يعني بكورها واحط العجينه في سوري العجوة في النص. وبعدين بتشوقيها كده بالسكينة شقتين، عشان كمان أولا تبقى زي بتاعة الأفران، تاني حاجة السوا يدخل فيها أكتر. تمام. أو واحدة كمان. وبنملى الصواني بتاعتنا. هي طلعت معايا كده صينيتين جمال جدا، يعني يعني عدد قطع كبير كويس يعني. تمام. بعد كده عايزة طبعا ضعف الكمية ضعفيها، أنا كده كورتها كلها عشان أعملها مرة واحدة، لغاية ما مليت صينيتين، واحدة كبيرة أوي واحدة متوسطة. وزي ما انت شايفاها كده بنغطيها بقى ونسيبها تخمر لتاني مرة. هي كده خمرت معايا ما شاء الله. على فرن سابق التسخين 180 درجة على الشبكة اللي في النص، ولحد ما تحمر من تحت نروح فاتحين الشواية عليها تاخد التحميرة من فوق. وعايزة أقولك هي خدت تقريبا تلت ساعة. عايزة أقولك روعة بجد بجد، روعة وأحلى من الأفران بكتير. طرية جدا، وشوفي السوا فيها كتير ازاي. يعني حاجة جميلة جدا. جربوا الوصفة وقولولي، وبألف هنا وعافية.